تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي. هذا وافاد موفد التلفزيون المصري بوصول جميع المتهمين في القضية عدا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة في جلسة سرية إلى شهادة كل من دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية الأسبق. ومن أكاديمية الشرطة حيث مقر انعقاد جلسة المحاكمة ينضم إلينا مباشرة موفد التلفزيون المصري محمد محمود. محمد، بعد التحية، هل بدأت بالفعل جلسة المحاكمة وما آخر التطورات لديك؟ نعم، بدأت جلسة المحاكمة في تمام 11:30 بعد أن حضر الرئيس المخلوع حسني مبارك في تمام 11:15. بعدها بدأت المحاكمة مباشرة وحضر دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيث هو الذي سيدلي بشهادته في بداية هذه الجلسة بشأن قضية الغاز وقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 من يناير، نظرا لأن الدكتور عاطف عبيد كان قد طلب من المحكمة أن تأخذ بشهادة الدكتور نظيف الذي تمت في عهده صفقة الغاز المصدر لإسرائيل. كذلك له صلة بقتل المتظاهرين لأنه كان على علاقة مباشرة بوزير الداخلية حبيب العدلي في أحداث ثورة 25 من يناير، وأيضا بقضية قطع الاتصالات الشهيرة التي تنظر أيضا أمام المحاكم المصرية. الجلسة بدأت في 11:10 بعد ورود بعد وصول طائرة الرئيس الأسبق مبارك، والأجواء هادئة جدا خارج الأكاديمية. أعداد قليلة جدا من المؤيدين للرئيس الأسبق مبارك، هي بضعة عشرات لا يزيدون عن ذلك. أما أسر الشهداء والمصابين فاليوم صادفنا ما يقرب من 5 أو 6 أفراد في المكان المخصص لهم، وفي الجلسات السابقة وهي أيضا كانت سرية لم يكن أي منهم حاضرا. شكرا لزميل محمد محمود، وسنتابع معك جلسة المحاكمة اليوم.